تعالوا اوريكم بعمل ازاي النودلز بالفراخ والخضار كله مع بعضه في طبق واحد. سهل قوي وسريعة جدا والولاد بيحبوها جدا. انا ولادي دايما بيطلبوها مني لانها بتطلع احلى كمان من بتاعت بره. هنبدأ اول حاجة بان احنا نقطع الخضار. انا استعملت في الوصفة دي كرنب، قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه، وقطعت فلفل احمر، فلفل رومي احمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده برضو، وكمان قطعت جزر رفيع بس انا مش جايبه هنا في الفيديو. بعد ما قطعت الخضار قطعت كمان وراك، كنت جايبه وراك مخليه، قطعتها بيسز صغيره، قطع صغيره علشان تبقى اسهل في التسويه. بس انتوا ممكن تستخدموا صدور مخلية لو تحبوا. وفي مقلاية او ووك سخنة تحطوا زيت سمسم وزيت افوكادو، او ممكن تستعملهم حاجة واحدة من الاتنين لو تحبوا. وكل المقادير هبقى كاتباها لكم تحت. وحطيت شوحت فيهم البصل، كنت مقطعة البصل شرايح كده، وحطيت كمان جنزبيل وتوم. ولما الجنزبيل والثوم والبصل اتشوحوا شوية حطيت لهم الفراخ وحدلها تشويحة كده مع البصل والثوم والجنزبيل لحد ما لونها يبدأ يغير كده يعني، وبعدين تروحوا مغطين عليها وتسيبوها تكمل تسوية. لما الفراخ بقى تبدأ تدخل في السوا هنحط لها الصويا صوص، وهنحط لها كمان اويستر صوص اللي هو صوص المحار. تقلبوا كده الفراخ فيهم كويس لحد ما هتلاقوا لون الفراخ، يعني لون الصوص اللي حطيناه خلى لون الفراخ على بني بالشكل ده. تغطوا بقى على الفراخ وتسيبوها تكمل سوا. لما الفراخ تخلص سوا هنحط عليها الجزر اللي هنبقى مقطعينه شرايح رفيعة كده، والفلفل الأحمر، وندي بقى الفراخ مع الخضار كده تقليبة. وبعدين هننزل عليهم بالشوربة أو بمرقة الفراخ، يعني هنسيب بقى الخضار والفراخ ياخدوا مغلوة كده في الشوربة لحد ما نتأكد ان هم خلاص almost استووا. هنحط لهم النودلز، لان النودلز ما بتاخدش وقت طويل في السوا عامة. يعني انا النودلز اللي كنت جايباها كانت بتاخد 4 دقايق تقريبا في السوا. فهنحط كده فيهم النودلز ونقلبها كده من ناحيتين عشان تطرى كلها. وبعدين هنروح حاطين عليها الكرومب في الاخر. هنحط الكرومب بقى ونقلب كل ده مع بعضه كويس ونغطي عليها ونسيبها تستوي. وهي بقى بتستوي هنقطع بصل اخضر، معلش دي بنتي بس كانت بتقطع البصل. نقطع بقى البصل حتت صغيره كده، وبعدين لما النودلز تستوي ونبقى هتلاقوا انه كله خلاص استوى. زي ما قلت لكم هي ما بتاخدش وقت طويل في السوا. بعد بقى ما تخلص سوا تحطوا عليها البصل الاخضر المتقطع صغير شرايح صغيره، وتحطوا عليها كمان لو تحبوا سمسم، وتقلبوا كل ده مع بعضه بقى كويس كده، تدوله تقليبه حلوه. وكده بقى الطبق جاهز خلاص. الطبق ده بيطلع طعمه حلو قوي يا جماعة. ممكن كمان تجربوا تزودوا فيه الخضار، يعني ممكن مثلا تحطوا كمان مشرومز او كوسة. بس طبعا الكوسة هتحتاج تتحط في الاخر علشان ما بتاخدش سوا كتير. لو هتحطوا مشرومز تقلبوه من الاول ياخد تشويحة يعني. بس هو عامة بالطريقة دي طعمها تحفة بجد. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات وتعملوا لايك على الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا الوصفات الجديدة. وبالهنا والشفا.